الحوار الحاد اللي صار ما بين راعي غنم وكافر، وليش رجع الكافر وهو مقهور ومغبون من اللي سأله راعي الغنم. فهذا اللي بتكلم اليوم. وفيش السالفة يعني قبل لا نبدأ لا تنسى المتابعة وبسم الله. بداية قصتنا صارت في كافر مر على قرية من قرى المسلمين، فقال أنا ليش ما أغويهم عن دينهم، يعني أشككهم فيه. في من دخل قال راعي غنم من غنم، قال ليش ما أبدأ في ذا أول واحد أغوي عن دينه. قد كررت عدد. في يوم جاء قاعد يسولفون وقرر الكافر انه يمشي مع راعي الغنم المسلم. قاعد يمشون وشوي الكافر هذا حط نفسه مسلم وقال لراعي الغنم وش رايك بما انحن مسلمين يا اخي القرآن لازم يعني هو نحفظه وطويل 30 جزء وصعب وفي اشياء متكررة، ليه ما نحذف المتكرر؟ تسهل علينا حفظها ومدينا نحفظها. وراعي الغنم ساكت إلين ما خلص هذا الكافر اللي حط نفسه مسلم اللي يعتبر منافق حاليا كلام. قال راعي الغنم بداية كلامه وقال صراحة كلامك مقنع وجميل. أول ما قال هذا المنافق الكافر استانس فرح شديدة، ولكن ما كمل راعي الغنم كلامه وقال ولكن رد بسؤال. قال يا أخي بما أن أنت في جسمك أشياء متكررة، نفس العين نفس الخشم نفس اليدين نفس الأرجيل، ليه ما نقطعها يصير عندك جزء واحد؟ بما أن كان عندك جزئين، إذا عندك جزئين بيزيد وزنك ومو بزين لك. وش رأيك نقطعها بالنص وكان عندك جزء واحد؟ اللجم الكافر ما قدر يكمل الكلام. إذا راعي الغنم ألجمه فما بالك لو يروح عند عالم ولا شيخ. فرجع المنافق هذا رجع مقهور مغبون من اللي سكت راعي الغنم، وراعي الغنم كان على نيات. فهذه نهاية قصتنا اليوم، وبس في الختام سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.